السلام عليكم ورحمة الله. البنات كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين. انا بغيت اليوم قررت ندير واحد الفيديو باش نشكر فيه اختي امال بزاف بزاف على الوقفه ديالها، ومنها نديرها حتى للبنات اللي كانوا بحالي كانوا كيقلبوا ويبحثوا باش يشوفوا كيفاش يعالجوا نفسهم. صراحة البنات انا عِشت هاد التجربة تاع التشنُّج المهبلي اللي هو ماشي ساهل. صراحة أنا شدّوني الأعصاب من بهاد المرض، بكثرة ما بقيت كنفكّر وكنقول كيفاش غادي نتعالج، كيفاش غادي ندير، كيفاش. وأنا حتى أنا وحدة من دوك البنات اللي كانوا تزوّجوا، كانوا فرحانين، داروا عرسهم، و ونهار زعما كتاب المكتاب باش ندير ليلة الدخلة ديالي، من تما عرفت أنا كنخاف وما كنقدرش، ومن تما بقيت كنقول أنا ما نقدرش، ما نقدر ندير حتى شي حاجة، وصافي والنفسانية ديالي دمّرت بزاف، وواخا هكاك قررت أني نبحث على العلاج كيفاش ندير. مع العلم أنا من كنت دوّزت عند الطبيبة قالت لي عندِك البكرة عادية، ولكن المشكلة ماشي في البكرة، المشكلة عندنا في العقل ديالنا، التفكير ديالنا هو اللي ما كيخليك ديري حتى شي حاجة. والحمد لله بقيت كنبحث حتى تصادفت مع القناة نتاع أختي آمال، وتواصلت معاها وهدرت معاها، سمعت لي فيديو القدام تاع الناس اللي تعالجوا عندها، وداك الشي نيشان زعما داك الشي اللي كتقولو هو اللي كاين. وأنا النصيحة اللي كنصحكم أي حاجة كتقول لكم ديروها ديروها، لأنها الهضرة ديالها ماشي من فراغ، يعني أي حاجة كتقولوها لكم كتوصلوا لها والله. والحمد لله يا ربي، وكنتمنى جميع البنات ربي يشافيهم، لأن هذا المرض كيعيي بزاف 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 والله العظيم. ما كيحس بيك غير اللي كيكون مجرب داك الشي. وأنا بغيت نقول لأمل شكرا بزاف، الله يجازيك بالخير بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وبغيت نقول للبنات إن شاء الله نهار يكتبوا كديروا العلاج كيجيكم ساهل 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 واحد الدرجة ما تصوروهاش والله العظيم. أنا نهار درت العلاج تصدمت في راسي، ما بقيت نحس حتى بشي حاجة، كلشي ساهل ماهل الحمد لله يا ربي. وبغيت نقول لكم نقول لأمل شكرًا بزاف، الله ينورك، والبنات الله يشافيكم وتشجعوا، وإن شاء الله يكون غير الخير وكاع ما تيأسوش.